طريق سريع. دكتور ممدوح، معلش سؤال مباشر منديس بس. اتفضل. انت سعادتك شرفتنا طبعا في مركز تمال امديد ومدينه منديس، وطبعا احنا كان المفروض ان احنا يعني نكون في شرف استقبالك اكتر من كده، بس رؤيتك لمنطقه تمال امديد، هل احنا عندنا استعداد ان احنا نعمل متحف اثري هنا نلم فيه ونستفيد بالوضع اللي سعادتك شفته؟ ان شاء الله، لان المنطقه دي تعتبر من اغنى المناطق الاثريه في مصر. تمام. انتوا عندكم بقايا معبد الاله شورى اللي هو انحرت او انحرت تمام. ودي احدى صور الاله شورى المرتبطه بالخلق، وفي اضخم ناموس موجود تمام بالجزء اللي تحت منه اللي هو يعتبر اساسات المعبد. تمام. ودي مش موجوده في اي مكان، على الرغم ان المعبد متهدم الا ان الجزئيه المتبقيه منه دليل هام جدا على الشكل المعماري والاسلوب المعماري في بناء المعابد المصريه في الفتره دي. تمام. بالاضافه الى ان عندنا جزء بيوري الجبانه الخاصه لملوك الاسره 29 اللي اتوجد بعد بقاياها او ما يدل على وجودها من عصر الملك نايف عوض الاول. تمام فندم. فبالتالي هي منطقه متميزه لها الخاصيه بتاعتها، وفي مشروع متكامل اشار اليه السيد مدير المنطقه الاستاذ سالم، وهنشوف المشروع ده بالظبط ايه اللي ممكن يتعمل فيه، لان ايضا في بعثه شغاله امريكيه اللي هي بيرقصها ريدفورد، فهم شغالين في جزئيه واحنا عاوزين يكون في شغل متوازي. تمام فندم. فان شاء الله يكون في. طيب يا فندم، يعني منطقه تمال امديد منطقه فيها اثار كتيره، يمكن يعني جزء كبير من اثار مصر، واحنا عايزين نستفاد كابناء تمال امديد او ابناء منديس بالحاجه الكويسه او الحاجه العظيمه، من ان سعادتك يعني تقرر دلوقتي او تفكر ان احنا نعمل متحف يلم الاثار ده ونبني وبقى في استثمار اهدى. هيتعمل في المنصوره اسمه متحف القومي المنصوره، وده ده ابن لقمان اللي سعادتك او الشناوي. فبالتالي ده امر طبيعي ان بيكون في متحف بيضم متحف مركزي، متحف قومي للمحافظه، بيضم الاثار اللي خرجت من المحافظه، الاثار اللي هتخرج من هنا اللي خرجت من دمياط من تميم ودمياط، يعني الاثار اللي خرجت من المنطقه نفسها هتعرض فيه، وبالتالي هتكون شاهد على حضاره هذه المنطقه. كون المنطقه دي نفسها كمان بعد ما تنتهي بيحصل حاجه تانية بقى، الكتل الضخمه اللي فيها بيتعمل بيها زي متحف مفتوح في المنطقه، فدي هتبقى رؤيه جميله جدا، موجوده زيها في تل بسطه، بنعمل متحف مفتوح في المنطقه. في الكرنك نفسه اعظم معبد مصر موجود في متحف مفتوح جنبه بالاثار اللي بتخرج منه، وان شاء الله ممكن يكون نفس الشيء في منطقه. طيب انت سعادتك احنا عندنا يعني اراضي كتيره بتنقبوا عنها، وتعتبر دلوقتي اهالي منطقه تمال امديد عايزين يستفادوا بيها، ورؤيه سعادتك ان يعني وجه المساعده من معالي وزير الاثار الدكتور ممدوح الضماطي وهو موجود. وجه المساعده ان احنا الوزاره تشتغل بكل قواها، المرممين هيشتغلوا، الاثريين في الحفر هيشتغلوا، فزي ما قلت لحضرتك في خطه متكامله قدمها السيد مدير المنطقه تمام سالم، وبناء عليها هنشتغل ان شاء الله. هي معروضه اتعرضت على السيد رئيس القطاع الدكتور يوسف خليفه، وهتبقى موجوده في الدراسه، وبالتالي قصدي في التنفيذ. الدراسه موجوده، هنشوف ما يمكن تنفيذه. يعني سعادتك تميز ان دي واخده 30 فدان بالتنقيب برضه، وقايم عليها معالي الوزير، انت شرفت منديس، وكان نفسنا سعادتك ان احنا يعني نعمل حاجات اكتر من كده، بس نظرا طبعا ان على في استقبال ونفسنا سعادتك تشرفنا قبل كده، وتحياتنا يا فندم. شرفت يا فندم وشرفتونا يا فندم. في مشكله، احمد عبد السميع رئيس مركز ومدينه تمال امديد، في مشكله هنا للبلد دي اللي جابت الاثار دي كلها واجدادنا اثناء فتره الصيف ما بيلاقوش نقطه ميه يشربوا، ففي محطه ميه ب 10 دي مع المحافظ. انا راجل اثار، سعادتك في 35 احنا دفعنا 360 ألف جنيه. سمعت انا بقول لحضرتك لا يا فندم، هو القصه هتقام على ارض خص الاثار، نقب 5 فدادين و6 قرية. القصه كلها ب 35,000 جنيه، احنا دفعنا 380,000 جنيه. هم اهالي تميم معالي الوزير. حاضر. طب نبص عليه ونشوف 20,000 جنيه محتاجه تخلص خلاص 35,000 جنيه. طيب بص يا سياده الوزير، ربنا نتمنى من حضرتك تنظر لنا بعين الرضا، يعني لان احنا محتاجينها فعلا. شرفتنا يا فندم. خلاص دمياط جاي سياده الوزير. استاذ سالم. مع الوزير. شرفتنا يا فندم.